1970 ورحيل جمال عبد الناصر ووصول أنور السادات للحكم وتوقيع معناها اتفاقية كامب ديفيد، ده معناها إن صح التعبير نوعا ما نبض المقاومة يتراجع، خاصة بوصول أنظمة عميلة معناها بالسلطة سوى النظام معناها في الأردن وإلا نظام معناها أنور السادات اللي انقلب بدورة على تجربة عبد الناصر ووقع اتفاقية معناها كامب ديفيد ورفع العلم معناها الصهيوني في سماء القاهرة. لكن الغاية معناها ما كانش معناها عائق باش تتواصل معنا عملية المقاومة وصولا حتى ل 1982 معناها اضطرت معناها يعني المقاومة الفلسطينية من لبنان اللي جزء منهم جاء تونس في 82 وسكنوا في حمام الشط وفي واد الزرقاء، واللي تم معناها اغتيال حتى رموزهم في تونس معناها هناك تواطن من السلطة مش سلطة الوزير شدت هنا كان مورط في اغتيال الجهاد كربول أمال كربول البيع كان مورط في اغتيال قال تتبلوا عليه. هذه وحدة موثقة هذه مسافة موثقة معناها هو مورط فيها معناها. هتبقينا انتوا نحن ننتظروا شنو اسئلتكم وشنو تعشارة الاخ كثير بردة مايرة. بردة مايرة كانت رئيس وزراء الكيان الصهيوني من العام 1970، كانت عندي علاقة جيدة ببورقيبة الله يرحمه. اتفاقية كامب ديفيد هي نقطة تحول عميق، نقطة تحول عميق. لازم تعرفين شنو صار في الاتفاقية دي وانا الأعضاء الصحة تحديدا. هو اتفاقية وقعها أنور السادات اللي تم فيها الاعتراف بدولة إسرائيل، هي الجوهر بتاعها عن الاعتراف بدولة. ما كانتش مصر الوحيدة هي اللي اعترفت. لكن مصر ما هي مصر في نهاية الأمر لو استقل كله عند مصر، في مصر العمود الفقري بتاع الأمة العربية. وتشوف أنت تاريخيا إلى يومنا هذا وقت نجاح الاستعمار في إخراج مصر من دورها القومي تقريبا جميع الدول انهارت من بعض، لأن مصر كانت حاضرة في حركة التحرر في الجزائر، كانت حاضرة حتى في حركات التحرر في العالم. أنا تشوف أنت أو جي جيفارا الله يرحمه يقول وقت كنا نحارب في الجبال كنا نهتدي بعبد الناصر. وقت نجح الاستعمار في أنه يخرج مصر من دائرة الصراع ويحيدها تقريبا وضع يده على الأمة العربية. لأنه في نهاية الأمر جوهر بتاع اتفاقية كان دايما هنا هي اتفاقية معناها مجموعة القوانين تنازل بمقتضاها على صحراء سيناء وقسمت 3 مناطق معناها A وB وG، وحددوا حتى نوعية معناها عدد الجنود ونوعية الجنود وعدد ونوعية الأسلحة اللي يتم معناها حملها، والمسيرة قائمة إلى يومنا هذا. ثم المنطقة جيم ممنوع على انه الجيش المصري باش هذا كل صار بعد هزيمة الجيوش العربية. فانا عارف احنا اسرائيل خذنا معاها قديش من جولة عسكرية، بدينا جولة عسكرية الأولى في ماي 48، الجولة العسكرية الثانية في 56، والجولة العسكرية الثالثة في 67، ثم من 67 إلى 70 كانت السنة دي كل معناها حرب استنزاف كامل معناها، يعني المواجهة مع الكيان الصهيوني ما توقفتش، هي حرب متقطعة في محطات معينة وتسمت المرحلة دي من 67 ل 70 حرب الاستنزاف. ثم جت حرب أكتوبر 1973 اللي رد فيها الجيش المصري لاعتبار حرب العبور، عبور معناها خط بارليف اللي كانت الكيان الصهيوني يعتبر من هذا الجدار معناها يستحيل عبوره، وأن الجيش الصهيوني من الجيوش التي لا تهزم، وكسر معناها أسطورة معناها الجيش الذي لا يهزم، لكن اللي قاد الفريق سعد الدين الشادي. لكن الغالب أنور السادات في آخر لحظة معناها حول الانتصار العسكري إلى هزيمة استراتيجية ولا هزيمة سياسية. وإلى يومنا هذا معناها إلى يومنا هذا ما زالت القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية، والصراع مع الكيان الصهيوني ومع الاستعمار ما يتحسمش إلا باسترجاع فلسطين، لأن يعني بالنسبة لفلسطين هي ملكية تاريخية، ما هيش ملكية الجيل هذاي ولا الجيل القبل. حتى إذا كان الجيل هذاي يدخل هم مفاوضات ويتنازل فلسطين ما هيش مبرر باش أنه يتنازل على حقوق الأجيال القادمة، هي ملك للأجيال العربية الحاضرة
واللي ضحت في اجله واللي ممكن تجي، لانه معناها هي ملكيه تاريخيه، ماهيش ملكيه لا الجيل هذا ولا الجيل الاخر. ونحن حتى في تاريخنا في تونس، حتى كنشوف على مستوى القطر التونسي من عام 1948 الى وقبلها 45 نشوفوا معناها عدد التوانسه ومن عهد صلاح الدين الايوبي القرن ال11 مع صلاح الدين الايوبي معناها يعني المغاربه اللي مشوا من يحاربوا معنا في الحروب الصليبيه، هذاك استلموا القدس باب المغاربه، حارة المغاربه، يعني معناتها يعني الجناح الغربي للامه العربيه كان حاضر معنا في كل المعارك اللي خذناها، سواء ضد الوجود الصليبي معناها في القرن ال11 بدايه القرن ال12 والا حتى معناها في القرن العشرين من 1945 حتى في حرب معناها العبور، حرب العبور شاركوا فيها شارك فيها معناها برشا توانسه. ما اعرف شنو انتم عندكم مش اسهل، عندكم مش هو موضوع الصراع العربي السوري موضوع كبير ومعقد ومتشابك ومتداخل في محطات وكتبت عليه آلاف الكتب. عندي سؤال. عملية اختطاف الطائرات الغربية الطائرات الأمريكية تمت بنجاح، يعني لا شك في ذلك. هل كان الجانب الروسي دور في ذلك؟ هو ربما ما توقفش عام 70 يتواصل مع اختطاف طائرات العالم. الجانب الروسي كان مساند لقضية العرب. هو في الفترة ذيك كانوا زوج أخطار، كان القطب الأمريكي والاتحاد السوفيتي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي جاء معنا عصر القطب الواحد والولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد السوفيتي يعني المعسكر الشرقي كان على علاقة جيدة بمصر، يعني كان في نطاق الصراع معنا بين زوج قوات، في جزء منه كان يدافع على مصالح. نشوف اليوم الحرب معناها هذه القوى الكبرى راهي ما تعطيش حاجه مجال، ديما في نطاق امنها القومي، في نطاق حمايه مصالحها الاستراتيجيه، وفي نطاق معناها يعني تحالفات وتوازنات. بطبيعه الحال الاتحاد السوفيتي في الوقت هذاك كان يعتبر سند لحركه التحرر معناها، علاش كانت تحدث على الحرب البارده معناها. هي حرب ما وصلتش الى حد المواجهه العسكريه بين الاخطار الزوج، ولكن الاتحاد السوفيتي إلى حد ما ساند حركات التحرر الموجودة في العالم، إلا أنه تاريخيا في بعض المحطات التاريخية نوعا ما سحبوا البساط، كما مثلا هنا في حرب الخليج مع صدام 1970، ولا في بعض المحطات العسكرية الأخرى سحب البساط لتقديم معطيات للعدو في نطاق توازنات وفي نطاق حسابات فيها ما كشفه التاريخ وفيها ما لم يكشف. نعرف كلمة الكلام اللي عبد الرزاق، هي أغلب الفصائل الفلسطينية تلقت تدريب عسكري في مصر، بما فيهم ياسر عرفات وبما فيهم قيادات الجبهة الشعبية تحرير فلسطين إلى آخره. أيضا الكثير من الفدائيين تلقوا تدريبات حتى في الاتحاد السوفيتي، لكن والصين وكوريا والفيتنام الى اخره. لكن الحاجه المهمه هي ان هذا ما يعنيش ارتباط عضوي، معناها هما الفدائيين وخط الطائرات هذول مش مكان في توصيه من الاتحاد السوفيتي ولا من جمال عبد الناصر ولا من غيره، بدليل تحت تمويل للسلاح لا تو هذاك تدريب عسكري في العام، التسليح، مساعدات ماليه هذه كلها، لكن ما فماش ارتباط عضوي. يعني مثلا هم وقت باش ياخذوا طياره مش يستشيروا الاتحاد السوفيتي يخطفوا ولا ما يخطفوش، بدليل كون من بين العمليات اللي يحكي فيها احمد جبريل طائره وقت اللي اختطفت الخاطفين نتاعها فدائيين فلسطينيين التجؤوا للجزائر. الجزائر تفاجئت معناها بومدين، وما ذلك بومدين من اكثر داعمين القضيه الفلسطينيه، يعني تفاجئ وصارت حتى شبه المشاحنات بشكل علاش خاطر ما في بالوش. معناها ايجابنا هذا حبيت نبين ان العمليات هذه اللي صارت يعني هي المنظمه نتاعها اللي بنيتها، يعني مش بالضروره ان استشارت ولا دعموها ولا وعدوها بتوفير غطاء معين ولا كذا. يعني هي عمليه كانت ارتجاليه بالاساس. لا هي عمليه مش ارتجاليه، هي عمليه منظمه عندها المرجعيه نتاعها هي الجبهه الشعبيه تحرير فلسطين. مش مرجعيتها الاتحاد السوفيتي ولا جمال عبد الناصر ولا
يعني هي المنظمات هذه هي حرة القرار، عندها استراتيجيه بتقول لي ارتجاليه وقتاش؟ ارتجاليه وقت اللي يجي يعملها واحد معزول من راسه هكا لازم مش يعملها، فهمتي؟ اما هذه برنامج هم عندهم تصور، هم الجبهه الشعبيه عندهم تصور، واشاروا له في الشريط ان يحبوا يعرفوا بالقضيه، ان اذا كان باش القضيه تلقى صدى في العالم اجمع انت تعمل حاجه معناها هكا كبيره. اسلوب كان في التقطوقه. اي تعمل حاجه باش توري العالم انه راهي ثم قضيه موجوده اني راهو ثم شعب يعني تراش دكتور اللي التخطيط ما كانش محكم العمليات اللي قاموا بها، خاطر الاغلبيه نتاعهم تكلفت خسائر ماديه، تركيب طائرات ثم عمليات اقليه الناس. هي بس الحرة واختطاف الطائرة ديما عنده أهداف محدودة، مش معناها هي عملية معناها عندها أهداف مش غايتها القتل، نجم يكون هي توصيل الهدف رسالة، الهدف توصيل رسالة وكذا. سامحني، الهدف من العمليات هذوما هم استبدال الرهائن. اللي هو في الاخر ما صارش. تعريف القضية واستبدال الرهائن. الرهائن هو خرج بداية خالد كانت موجودة هي والمجموعة اللي معنا. مش هي خرجت معناهم غايتهم أظن تعريف القضية أهم حاجة وتبادل الرهائن بالأسر. فما عمليات أخرى اللي ماشي استكثر منها بتاع القيادة العامة الجبهة الشعبية بتاع المنيخ 19 متر بالعرض يعني فما عمليات أخرى كثيرة العمليات، فما اللي نجحت، فما اللي متوسطة، فما اللي فشلت، هي حرب فيها مرة تربح معك ومرة تخسر معك. ألو؟ صباح الخير. عايش. أي. لا ما يسالش عندي شوية خدمة ما يسالش. لا لا لا